في المانيا عدد ارتفاع المهاجرين بقى كتير جدا، وعايز اقول لكم ان الديانه الاسلاميه بقت التانية هنا يا عزيزي المشاهد. اسم محمد واحمد والاسماء الاسلاميه بدات تسيطر على السجلات المدنيه هنا، والصراحه كمان المساجد بقت عددها كبير قوي هنا في المانيا. في الحقيقه النهارده حبيت اوريكم واحد من المساجد الجميله اللي موجوده في القريه اللي انا عايش فيها هنا، واوريكم هل فعلا المسلمين بيتعرضوا للعنصريه هنا في المانيا بسبب دينهم اما لا. عايز اقول لكم ان ده مسجد تركي، ده المسجد الوحيد اصلا اللي موجود في القريه اللي انا عايش فيها. مسجد جميل جدا، تم دعمه من مركز الشؤون الاسلاميه التركي، كلها من اموال الاتراك المتبرعين بيها. عايز اقول لكم ان ورا المسجد كمان موجود هنا مبنى، وده المطبخ بتاعه. طبعا هنا بيعملوا فعاليات في رمضان، افطار صائم. هنا بيحضروا الفطار للصائمين كل يوم، اكل متنوع، بيجي طباخين علشان خاطر ياكلوا الصائمين دول لحوم بقى، فراخ. طبعا كل ده من التبرعات اللي بيلمها المسجد هنا، من حيث بينزلوا الستائر اللي انتم شايفينها ديت وبتتقفل عليهم. تلاقي هنا مثلا الترابيزات الكراسي في نفس الوقت، وهناك يقدروا يشوي. ودي حديقه حلوه جدا هنا ورا المسجد على طول، برضو بيعملوا فيها فعاليات عشان العيد وكده. لو عدد المصلين بقى كتير اللي بيجوا يصلوا العيد، فيستخدموا الحديقه ديت يفرشوا عليها ويصلوا العيد فيها. المسجد شكله جميل جدا، بس اللي عايز اقول لكم ان هم هنا مثلا يستخدموا دي ككافيتيريا عاديه. هنا كمان تلاقي الآلة يقدروا يبيعوا فيها مثلا سناكس، ميه، حاجات دي. طبعا كل حاجه موجوده حلال، حتى الجيلاتين ده حلال جايبينه من الترك وكده. دي الجزامه اللي يحطوا عليها الكوتشيات والجزم وكده. المسجد من جوه اكتر من الرائع. شوفوا الاحرف العربيه الجميله، الزخارف العثمانيه بتاعتهم. مستاهل المساجد اصلا هنا في المانيا بشكل عام التركيه معظمها تشبه بعض. يعني انا لو رحت مسجد قريب مني في مدينه كولن، مدينه دوسلدورف، هلاقي المساجد كلها تشبه بعض. المساجد حلوه قوي عندهم، القبه بتاعتهم خشبيه وزجاجيه، تلاقي الشبابيك هنا. شوفوا ما شاء الله النجفه ديت حتى مكتوب عليها بالعربي بسم الله، وهنا محمد صلى الله عليه وسلم، فوق عليه، فوق محمد وكده. كاميرات في كل مكان عشان خاطر تراقب المصلين هنا، وبحيث لو حد مثلا حاول يعتدي على حد كده على طول يجيبوه. هنا تلاقي المصاحف، هتلاقي باللغة التركية، باللغة الإنجليزية، باللغة العربية، تلاقي تحت باللغة الألمانية. تقرأ في المصحف زي ما انت عايز، تاخد السبحة تسبح فيها وبعدين ترجعها. برضو تلاقي فوق برضو مصحف تاني، زخارف في كل مكان. عايزكم ما شاء الله السجاد ده بيتنضف بشكل يومي. وفي ميزه حلوه عند الاتراك هنا، طبعا هنا ممنوع منعا باتا ان الواحد يدخل المسجد بدون شراب. ليه؟ لاني انت لما تيجي من بره بالجزمه بتاعتك وتدخل المسجد مع السجاد هنا حافي، فربما يكون رجليك جايبه معاك بكتيريا من بره. فعلشان كده الزامي واجباري انك تخش اي مسجد تركي هنا ضروري تكون لابس شراب. لو مش لابس شراب ممكن يدوك كيس بلاستيك تلبسه في رجلك او شراب من عندهم، بس يحذروك ان المره الجايه لازم شراب. وحتى هتلاقي هنا يافطه زي ما انتم شايفين كده، تعليمات لاسباب صحيه رجاء الدخول فقط بالجوارب اللي هي بالشرابات. طبعا عايز اقول لكم ان ديت الشاشه اللي بتعرض اوقات الصلاه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. في بقى نظام سيستم غريب هنا في المسجد الصراحه. هنا الشيخ يرمي خطاب يوم الجمعه، وبعد ما يخلص يروح يرمي خطبة تانية هناك هنا، وبعد ما يخلص الخطبة يبدأ الصلاة من هنا، ومن هذا المنبر الجميل تبدأ الصلاة. وعايز اقول لكم ان هنا برضو يبدأ 3 يقعدوا مع بعض، 3 هنا كل واحد فيهم مثلا يبدأ يأذن او يقرأ قرآن وهم المصلين قاعدين. فالأذان دايما يكون من المكان ده بالميكروفون، طبعا الميكروفون ياسلكي بيجيبوه معاهم ويأذنوا من هنا. طبعا هنا ده الدور التاني للمسجد. حتى ما شاء الله تلاقي المكانس الكهربائية هناك اهي، مكنسة بتشتغل بالروبوت، تنظف تلقائي او تنظف بشكل يدوي. هنا طبعا مكان الوضوء، المكان ده لازم يكون دايما نظيف، مش هتلاقي فيه حشرات خالص. اي حد يدخل يتوضى موفرين لهم هنا شباشب، عشان الناس بتيجي اصلا لابسين جزم وكده، فنادرا لما واحد يجي من البيت بالشبشب. فهنا عشان الناس تيجي دايما بالشغل فيوفر لهم ايه شباشب هنا يلبسوها ويتوضوا زي ما هم عايزين، ودايما يحافظوا على نظافة المكان. دي الحمامات. عايز اقول لكم ان اصلا الحلو في الموضوع ان في شطافات. خلينا نصور لكم، شوفوا اول حمام في العالم الا في شطافه. حمامات نظيفه جدا وحلوه يا جماعه. انا ما شفتش حمامات مسجد بالنظافه دي. طبعا اللمبه تشتغل بالحساس فتطفي لوحدها بمجرد ان اخرج وكده يعني. هنا ده مكتب ده يعملوا فيه مؤتمرات بس قافل
علم تركيا كمان ديت تقدر تقول منبر، وهناك هنا تلفزيون بيعملوا فيه دروس دينية أو كتاب يتعلموا فيه القرآن، الثقافة الإسلامية. والحلو في الموضوع الكافيه اللي هم عاملينه ده، طبعا لو الواحد جه بدري شوية وفاضل ساعة الصلاة فيقدر يجي يقعد هنا ويشرب شاي. طبعا المساجد هنا، في بعض المساجد في الولايات والمدن التانية بتفتح بأوقات فقط، يعني تفتح ساعة الظهر ويصلوا الظهر كلهم جماعة وبعدين يقفلوا خلاص. لو حد جه متأخر عشان يصلي الظهر فالمسجد هيبقى قافل، مش هيفتح ومش هيسمحوا له انه اصلا يدخل. ولكن المسجد ده كان عنده نفس نظام السيستم ده، فقط الابواب وتفتح باب المصليين فقط اثناء الفرض. ولكن مع الوقت تدريجيا بدأوا يخلوا المسجد مفتوح للكل طول اوقات الصلاة، فقط يقفل من بعد العشاء بقى. فالموضوع حلو جدا. وهنا عدد المسلمين اصلا في القريه الاتراك كتير ما شاء الله كتير، وبيجوا برضو من ضواحي القريه من مدينه تانية جنب حوالي 5 كيلو كده، فيجوا من كل المدينه عشان خاطر يصلوا في المسجد ده، لان ده المسجد الوحيد اللي موجود في القريه. كان في مسجد نوعا ما قريب من هنا شويه، ولكن تم هدم المسجد بالكامل، وساعتها تم بناء المسجد الجميل الكبير اللي متكون من دورين ده لكل مصلين، وبيسع اكتر من المسجد القديم. فعشان كده يعتبر الواجهه الجميله جدا لكل المسلمين والناس اللي عايزه ترتاح. دي كمان قاعده هنا في الحديقه ببلاش، تقعد زي ما انت عايز. وكمان في توت بالي، التوت ده طعمه حلو قوي، قرب يستوي، لونه احمر. وهنا عنب ما شاء الله، شوفوا العنب. عايز اقطف واحده بس هتلاقيها نيه. وديت شجره كرز، تلاقي الكرز وقع هنا في الارض من كتر سواده وهو انه مستوي وكده. بسم الله ما شاء الله على جماله. حتى عايز اقول لكم ان في ناس كتير المان بيجوا هنا منفتحين على التعرف على الثقافه الاسلاميه، بيدخلوا مثلا بيلبسوهم حاجه على شعرهم احتراما للمكان واحتراما للدين، يدخلوا يشوفوا المسجد ويقراوا عن الدين اكتر، ولو حبوا الموضوع بقى انتوا عارفين بيسلموا على طول. حتى ده برضو الجنب التاني للنساء، بس مش ينفع نخشه، يعني اكيد ممكن تلاقي حد جوه. احسن لحظه ممكن الواحد يستمتع بيها اثناء الاعتكاف اخر 10 ايام في رمضان طبعا بتحصل هنا. انا ما عملتهاش ولا مره الصراحه عشان اكون معاكم صريح، ما جربتهاش، ولكن شفت بعض الصور والفيديوهات من صحابي الالمان. طبعا ليا كذا واحد صاحب الماني ما اسلم من فتره، حضروا الاعتكاف ده كاول مره في حياتهم، عجبهم جدا الموضوع حرفيا، لدرجه لما يجي يتكلموا مثلا بعض المصطلحات باللغه العربيه بتعجبني جدا ما شاء الله، وملتزمين التزام كبير قوي قسما بالله. فالاعتكاف لما وريني الفيديوهات قاعدين كده في سكينه وراحه، يقرأ قرآن، طبعا معاهم واحد يقرأ بالعربي، هم يرددوا وراه عشان خاطر يتعلموا اللغة العربية وبيحاولوا يعلموهم. فقد ايه ان هم عايشين في ألمانيا ولغتهم ألمانية، بس بيحاولوا يتعلموا اللغة العربية علشان بس هدف واحد هو القرآن وفهم الديانة الإسلامية. ف... فالموضوع حلو قوي. فوريني بعض الصور للاعتكافات هنا عجبتني جدا. فانا الصراحة مقرر بإذن الله السنة الجاية في رمضان اخر 10 ايام هنحاول نعمل الاعتكاف ده ونوريكم الاعتكافات هنا اصلا بتكون عامله ازاي في المانيا. هتعجبكم جدا لانها مختلفه بشكل تماما عن الدول العربيه. عارفين برضو من معاشرتي مع الاتراك وفهمهم وان اجي اصلي دايما معاهم، فعرفت هنا ان في بعض الناس كبار السن من 10 سنين من ساعه ما جيت المانيا، يعني خلاص دخل 11 سنه، نفس الوشوش كبار في السن، نفس الوشوش لما اجي اصلي اي فرض هنا بلاقيهم داخل المسجد، يعتبر ده بيتهم. ورغم ان بيتهم تبعد عن المسجد بحوالي ربع ساعه، ولكن بالنسبه ليهم كمشي ممكن تخش لها في موضوع الساعه، لان عندهم للاسف اعاقه في رجليهم، فالموضوع ده مسبب لهم مشكله. وغير ان هم برضه كبار في السن فبيمشوا ببطء، كل يوم يجوا قبل الصلاه بحوالي ساعه ويمكن ساعتين علشان خاطر يقعدوا داخل المسجد هنا، عشان برضه ما يوصلوش متاخر ويستنوا ويبقى عندهم كده ايه امان، يقراوا في قران ويدخلوا المسجد بقى ايه يصلوا الفرض، وبعدين كذلك يرجعوا تاني بيتهم. فبدل ما يصلوا في البيت لا يجوا المسجد احسن، ورغم الاعاقه للاسف اللي إيه مسبب لهم مشكله عشان خاطر المشي، لا بيتغلبوا عليها ويجوا يصلوا. بيعجبنا في الموضوع هنا ان كل واحد في حاله. في هنا مسجد وقدام شويه معبد هندوسي يصلي فيه الهنود، الناس اللي على ديانتهم. فهنا كل واحد له دين، لكم دينكم ولا دين. الكل بيحترم دين الغير، محدش بيتدخل في شؤون التاني، محدش بيدخل في حياه التاني، محدش بيقول له انت ليه مسلم، واحد يقول له انت ليه مسيحي، لا كله بيحترم ديانات الاخرين. المانيا موجود فيها عدد كبير جدا من التنوع الثقافي من الديانات المختلفه، فعشان الواحد يعيش هنا في امان ويعيش في سلام لا للعنصريه، يعيش يحترم الديانات التانيه. حفظ الله الجميع. كده وصلنا نهايه الفيديو يا شباب، جوله جميله داخل المسجد ده، فاشوفكم ده جديده، مع السلامه.